جاء بن سعود الله يرحمه وجدادكم وحدوا لنا هالبلد وزبطوها لنا وقالوا هذه لكم، يلا عاد انتم يا تراعونها وتقومون بحقها والا اعانكم الله ان تفتتت فانتم المسؤولين عن ذلك. لذلك من الخيانه للاباء لا للمؤسس ولا اجدادكم اللي كانوا معه اللي وحدوا هذا الكيان اللي اللهم يكافي قاره وانا بالطياره ابرسل من القريات الى نجران يضيق صدري وانا بطياره وبراق اقول شلون وحدوا هالمسافات الملايين من الكيلومترات وهالجبال وهالمنخفضات من اين لهم شلون قادره قاره انا يضيق صدري وانا بطياره ومكيف والمضيفه تعطيني اكل وشرب. وهذول على هالحصن وعلى هالبعارين وعلى هالشغلات ووحدوا لنا هذا الكيان. ألا تعتقدون انه من الخيانه لهؤلاء اننا نمس وطننا بسوء او نسمح لاحد؟ ابليسكم المصريين قبل سنه بمصر قسما بالله لو تقول بمصر شيء مع انه داج المقرود بس قل بمصر شيء. حنا نترك للناس صرنا كاننا بزعمنا اننا صار الكل يهاجم بلدنا وساكتين وبالعكس يمكن بعضنا يساعدهم من باب اني انا تراني منفتح على لا الا عن ابو سلسفيل الا وطني لانه بالنسبه لي هو عرضي هو كياني هو مصدر امان فما اسمح لك يا اخي انا جاي مش وين ديالنا اي لاف بنغلاديش وهو داج جاي نشتغل عندنا بهذا ولاف بنغلاديش. والسعودي لما تقول له ليش ما تحب وطنك قال له انا ماني مطبل